5 اسباب هقولهم لك عشان تكشف عند دكتور روماتيزم لو انت تحت ال 45 سنه وعندك وجع في ظهرك، راجل او ست. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. اول حاجه ان تشخيص التيبس الفقاري حسب اخر الدراسات نسبته زادت من 3% من دكاتره العظام ودكاتره المخ والاعصاب اللي هم العمود الفقري الى 30%، وفي بعض الدراسات 46% دكاتره الروماتيزم في اول سنه، وبالتالي التشخيص المبكر مهم جدا. تاني حاجة ان التحليل اللي بيعتمد عليه دكاترة العظام واحيانا المخ والاعصاب في انهم يحولوا الحالة لدكتور روماتيزم لو عالي، اللي هو CRP وعامل الالتهاب او سرعة ترسيب، بيبقى عالي بس في 40% من مرضى التيبس الفقاري في اول 6 شهور. تالت سبب هو ان دكتور الروماتيزم هو اللي عنده القدرة انه يدور على بقية الاعراض في الاجهزة المختلفة لامراض مجموعة التيبس الفقاري، زي مشاكل الجلد، مشاكل العين، مشاكل القولون، وممكن مشاكل المفاصل الطرفية، انما دكاترة العظام ودكاترة المخ والاعصاب ما عندهمش هذه القدرة. رابع حاجة ان الاشعة العادية اللي ممكن تطلب على المفصل الحرقوفي العجزي غالبا ما بيبينش حاجة قبل 2 من بداية الاعراض. 5 والاخيرة ان دكتور الروماتيزم عنده القدرة على تشخيص بعض الامراض التانية اللي ممكن يبقى العرض الاساسي بتاعها الم في الظهر زي الفايبروميالجيا، انما دكاترة المخ والاعصاب والعظام ما عندهمش هذه القدرة. عشان كده لو انت راجل او ست تحت ال 45 سنه وعندك وجع في ظهرك زاد عن 3 شهور، وحتى لو استجاب للمسكنات، لان المسكنات ممكن تبقى مفيده جدا في حالات التيبس الفقاري او في حالات الالتهاب المناعي للعمود الفقري، لازم تروح لدكتور روماتيزم. ودمتم سالمين.